مالكا قلبي ترفق بالتي، يا مالكا قلبي ترفق بالتي، حسبي فإني في هواك أسير، حسبي فإني في هواك أسير. أرضى برفقي كي أنادى عبدكم، أرضى برفقي كي أنادى عبدكم، أرضى برفقي كي أنادى عبدكم. أرضى برفقي كي أنادى عبدكم، والعبد في عرف الكرام أمير، والعبد في عرف الكرام أمير، قصدي رضاك حبيب روحي إنني في باب عزك واقع وكثير. يا مالكا قلبي، يا مالكا قلبي ترفق بالتي، يا مالكا قلبي ترفق بالتي، حسبي فإني في هواك أسير. حسبي فإني في هواك أسير. عبد تعلق في هواك فؤاده، عبد تعلق في هواك فؤاده، عبد تعلق، عبد تعلق، عبد تعلق، عبد تعلق، عبد تعلق في هواك فؤاده. عبد تعلق في هواك فؤاده، صب يعلل سقمه الإكسير، صب يعلل سقمه الإكسير، لا يرتجي إلا وصالك سيدي سيدي، فلطالما من وصفك تيسير. يا مالكا قلبي. سلطنة وتمكن من عرب المقامات العربية الشرقية تمتعنا بها بصوت المنشد المتألق محمد الخمليشي رفقة فرقة وجد. تبارك الله عليكم سيدي محمد، شكرا جزيلا على قدومكم وسنة سعيدة. بارك الله فيك لاله سناء، سعيد بتواجدي معك في بلاطو القناة الثانية. أحيي المتابعين داخل المغرب وخارج المغرب،
وإن شاء الله تكون سنة هجرية فاتحة خير للأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله تعالى. كما هو ظاهر تبارك الله عليك سي محمد، انت متشبع بالمقامات العربيه وعندك كتغني بواحد الاريحيه تبارك الله عليك. شنو هما الاصوات اللي تاثرتي بهم وتلمتي عليهم حتى بالسماع؟ لاله سناء كما لا يخفى عليك البحث الحقيقي ديال الفنان هو البحث في مجموعة من الأصوات وليس في صوت واحد، لأن هناك مدارس لها روح سلسة في الأداء، وهناك مدارس تتميز بالسلطنة، وهناك مدارس تتميز بالتكنيك بين قوسين والأداء المحكم. فالفنان في الحقيقة دائما بحثه كيكون حول مجموعة من الأصوات اللي كيستقي منهم النغائم باش كيقدر يترجمها بصوته في أحسن حلة. أنا كنت متأثر بالشيخ محمد عمران والشيخ سيد النقشبندي والشيخ زكريا أحمد وعلي محمود وصلاح الدين كبارة وصباح فخري وأديب الدايخ وبكري كردي. هذه المدارس كلها كل مدرسة خديت منها ما يفيدني وما يجعل صوت محمد الخاملشي معروفا. وتبارك الله عليك، هاد المدارس هادو كلهم أصوات كبيرة ومدارس كبيرة. الواحد اللي يواظب على الاستماع لهم غادي يستفد الشيء الكثير. والمثال واضح معك سي محمد. نسألك بحكم تجربتك في هذا الميدان اللي هو وخصوصا التخصص ديالك في الموشحات وتبارك الله عليك التأثر ديالك بالمدرسة العربية الشرقية، شنو هما المسائل اللي خص يركز عليها المنشد باش يوصل للمستوى ديالك إلا بغينا نقولوا؟ شنو هي النصيحة اللي تقدر تعطيهم اليوم؟ النصيحة في شقين. الشق الأول فهم المخارج الحروف والصفات الحروف التي تجعل من الصوت يخرج منه ذهب النغائم، يعني قواعد ومخارج الحروف العربية. والشق الثاني هو الفهم الموسيقي فهما أكاديميا. لو اجتمع الفهم الموسيقي فهما أكاديميا علميا وتناسق مع الفهم القاعدة المعروف في القراءة القرآن، يصنع فنان متمكن بعربه وبحليه الجميل في الأداء وبرونقته الجميلة في التطريب. أكيد أن إذا توفرت الموهبة وتطعمت بالبحث وبالخبرة كذلك غادي تعطي نتيجة زوينة. تبارك الله عليك سيدي محمد، كنا جد سعداء باستقبالك معنا، ومازال غادي نسمعوك في نهاية الحلقة إن شاء الله رفقة فرقة وجد. مشاهدي